أسعد الله مساءكم بكل خير. دائما نقول إن التاريخ يعيد نفسه، وهذه الأيام التي نمر بها تذكرنا بالتاريخ الذي يجب أن نتعلم منه، ولكن للأسف لا أحد يتعلم والأخطاء ذاتها تتكرر. نعم، أنا أتحدث عن المسلمين والعرب، أننا لا نتعلم من التاريخ. لماذا؟ لأنني سأحكي لكم قصة سريعة، هي رمزية ولكن تصف هذا الواقع الذي تعرض له العرب والمسلمون وما زالوا يتعرضون له حتى الآن. القصة هي أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لابد أن بعضكم قد سمع بهذه القصة، ولكن سأحكيها لكم لمن لا يعرفها، وهي كما قلت لكم تعكس واقعنا الحالي. وبالمناسبة هذه القصة قبل أن أسردها لكم يقال إنها قصة فانتازية من الأدب اليوناني، وقد عربها العرب وأخذوها في كتبهم، وأول من استخدمها أو قالها هو الإمام علي رضي الله عنه عندما قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعندما قتل في تلك الفتنة التي حدثت بين المسلمين وعلى إثرها تفرق المسلمون بين سنة وشيعة، قال الإمام علي كرم الله وجهه: قتلت يوم قتل عثمان، أكلت يوم أكل الثور الأبيض، في حالة رمزية. طبعا القصة هي تتحدث عن 3 ثيران كانوا في أجمة، والأجمة هي غابة صغيرة. كان الثيران ال3 متحدون مع بعضهم البعض، وكان الأسد لا يستطيع أن يشكل خطرا عليهم. وفي يوم من الأيام جاء الأسد بحيلة إلى الثورين الأحمر والأسود، وقال لهما: إن الثور الأبيض يشكل خطرا علينا، فهو بلونه الفاقع يثير الشبهات ويجعل الفرائس تهرب منا ولا نستطيع أن نأكل، فما رأيكم أن نتخلص منه بشكل أو بآخر؟ قالوا نعم، وتركوا الثور الأبيض الذي كان متحدا معهم، وذهب الأسد واستفرد به وأكله. وبعد فترة قصيرة أيضا جاء الأسد إلى الثور الأسود وقال له: أنت أقرب لونا لي، وبدأ بإقناعه بأن يفك ارتباطه واتحاده مع الثور الأحمر. وفعلا حدث ذلك، وأكل الأسد الثور الأحمر. وبعد 3 أيام أتى الأسد إلى الثور الأسود وهو ينظر إليه نظرة الفريسة، ففهم عندها الثور الأسود وصاح 3: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. إذن لا داعي لأن أشرح هذه القصة كثيرة، فهي تجسد حالنا في هذه الأيام بالنسبة للعرب وبالنسبة للمسلمين أيضا. اليوم يتقاتل المسلمين أو فرع من فروع المسلمين يتقاتل مع عدوهم الأزلي المذكور في كتابهم وفي سنتهم، وأيضا المذكور في تاريخهم وفي حكاياهم الشعبية. يتركونه ويتجهون إما ليقاتلوا بعضهم البعض، وإذا قاتلوا عدوهم فيقف الآخرين وآخرون يتفرجون عليهم ويقولون: ما لنا ولهذه الحرب. وكذلك العرب، بالنسبة للعرب نرى أن كل دولة عربية متحالفة مع قوى أجنبية أو قوى من قومية أخرى، ونحن نعلم إذا اتحد العرب وهذا الحلم الكبير ماذا سيحدث. للأسف نحن لا نتعلم من التاريخ، ولكن أتمنى أن تحدث معجزة وأن نتعلم من التاريخ لكي لا يضحى بنا ونكون عبارة عن محرقة لهم ولمصانع أسلحتهم وإلى آخره. أتمنى ذلك. شكرا لمن شاهد هذا الفيديو، وأتمنى أن يساهم هذا الفيديو في نشر الوعي ولو بنسبة قليلة، وأتمنى أن يحدث فرقا، ومع أنني أستبعد هذا.